اهلا بكم في برنامج العالم. ما تنسوش الاشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن اسامه حسن. اسامه حسن ده واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي. قال عمل مرض نفسي، عمل مرض نفسي، وعمل مرض نفسي مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب فتنه في مصر ومنبع للتعصب فتنه في مصر. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. قال عمل مرض نفسي وعمل تعب نفسي وعمل عقده نفسيه بجد يعني. فطبعا هو بيحب يسير الجدل بكلام تعصب فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا اسامه حسن طبعا هو بيتكلم بشع، ده كلام غير محترم، ده كلامه بينم عن التعصب فتنه في مصر. طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراءات. انا بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا اسامه حسن طبعا هو بميت وش بتلاقيه ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته. في تنسوق منافق ومدرس وكذاب انه بيقرا وبيغل وبيحقد. والشر ما بيتجنن ده النادي الاهلي عملوا مشكله، عملوا عقده من سنين لانه هو بيقرا وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا يا بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه غير محترمه، حاجه في منتهى التعصب فتنه. تعال شوفها كده. ما عنديش لعيبه بتاخد مليارات، ما عنديش لعيبه بتدلع، ما عنديش لعيبه الاي تي ام بيسمع كل شهر مبلغ وقدره، ما عنديش لعيبه بتعمل اعلانات في رمضان، ما عنديش لعيبه منفوخه على الفاضي وبتاخد فلوس قد كده والانتاج قد كده. يعني والله عايز اقول لك يا اسامه حسن الاهلي فعلا هيعمل لك، يعني عامل لك مرض نفسي وعامل لك مجننك حقيقي بجد. الاهلي فعلا عامل لك مرض نفسي حقيقي بجد ومجننك ومربي لك الخفيف. اسامه حسن طلع اتكلم على الاهلي بيقول لك ايه، بيقول لك احنا ما عندناش فرقه زي المليارات. وبعد كده طلع بيقول لك ايه، ما عندناش عندها لعيبه بتسمع اي تي ام فلوس. على الاقل احنا، طب على الاقل يا اسامه حسن عندنا مرتبات بتسمع تمام، بس انتوا ما عندكمش، ما بتدوش مرتبات ولا مستحقات للعيبه تمام. الحاجه الثالثه هو بيتكلم بيقول ما فيش لعيبه، ما عندناش لعيبه تدلع. ده بأمارة ايه يا اسامه حسن؟ ده بأمارة ايه؟ ده انتوا عندكم لعيبه وبالاسامي بتدلع على النادي وبيتمردوا على النادي كمان يا اسامه حسن. يعني هو واضح ان هو يعني هو عارف، يعني هو بقى عايز اقول لكم يا جماعه هو عارف كل حاجه، بس طبعا هيطلع بقى يكذب والكلام ده طبيعي يعني، ده طبيعي عشان هو زملكاوي والكلام ده. الحاجه الاخيره طبعا هو بيطلع يقول لك بعد كده يطلع يقول لك في الاخر الانتاج حاجه قليله ومش عارف ايه من لعيبه، قصدي لعيبه الاهلي يعني. بس عايز اقول لك على حاجه، هو عايز اقول لكم الكلام اللي هو بيقوله، المجمل اللي هو بيقوله ده يا جماعه، ده يدل حاجه واحده بس، ان هو مغلول من صفقات الاهلي. مغلول بقى من امام عاشور، من زيزو، من شرقي، مغلول من اللعيبه كلها، مغلول حقد وغل بقى من الاهلي بقى. لان قلت لكم يا جماعه اللي زي دول ما بيكرهوا الناجحين، اللي زي دول بيكرهوا يشوفوا قدام، يعني بيشوف اي حد قدامهم ناجح. هم اللي هم كده اللي زي دول بيكرهوا الناجحين. وزي ما قلت لكم اسامه حسن دايما بيعمل تعصب وفتنه ومن بدري، يعني بيعمل تعصب وفتنه في فيديوهاته كتير جدا، بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه كتير جدا يعني. فعايز اقول لك يا اسامه حسن، يعني انت بتتكلم وانت الحاجات اللي انت بتقول عليها دي اصلا موجوده في الزمالك. يعني انت بتقول بتدلعوا على، انتوا عندكم لعيبه كتير قوي بتدلع على الزمالك، ومش بيتدلعوا بس، ده بيتدلعوا وبيتمردوا على نادي الزمالك. فانت بتتكلم في ايه يا اسامه حسن؟ مفيش حد يا اسامه حسن ده بيتدلع ولا بيتمرد. انت بس عندك اوهام في دماغك ومرضك النفسي وحقدك النفسي جاي النادي الاهلي بلا حدود. فعايز اقول لك يا اسامه حسن الاهلي هيفضل مربي لك خفيف ويفضل مجننك ويفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا اسامه حسن قلت لكم هو بيحب يسير الجدل بكام بتاع تصفيتنا وبيحب الترند واللقطه. طبعا اسامه حسن طبعا هو كاره للنادي الاهلي كده على النادي الاهلي. اسامه حسن اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من البرنامج العالمي. السلام عليكم. كل يوم رايح للأهلي أنسى وارجع فرحان أهلي كسبان.